سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حبايبي طلاب بريب 2، ايه الاخبار؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان تكونوا بخير. ميعادنا النهارده مع اول حصه من حصص المراجعه الخطيره المكيره ان شاء الله. في حصص المراجعه هنبدا نراجع على الوحدات كلها من الاول تاني، هنعيد الشرح بتاعها تاني. يعني هنشرح النهارده يونت 1 بالكامل، ونحل عليها كل الامبورتنت كويستشنز اللي موجوده في كتاب المعاصر. احنا ان شاء الله في فتره المراجعه هنخلص كتاب الفاينل ريفيجن بتاع المعاصر اللي هو كتاب الشيتس ده، هنخلصه كله. هنحل الامبورتنت كويستشنز كلها وهنحل المودلز بتاعت المعاصر. احنا طبعا بالنسبه للتقييمات كمان حليناها في الحصص بتاعت المراجعات بتاعت الشهر. عملنا مراجعه على شهر مارس ومراجعه على شهر ابريل، حلينا التقييمات بتاعت مارس والتقييمات بتاعت ابريل. فاضل برضو شوية حاجات في التقييمات كده هنجمعها وهنحلها مع بعض في مراجعات ليلة الامتحان. يعني حتى التقييمات مش هنسيبها، هنخلص المعاصر كله وهنجيب كتاب التقييمات نجمع بقى أهم الأسئلة اللي جت فيه واللي ما كانتش موجودة في كتاب المعاصر، نجمعها مع بعض ونحلها في حصة مع بعض كده قبل الامتحانات إن شاء الله، بحيث ان انت تبقى داخل الامتحان واقف على رجليك، مفيش اي حاجه تقف قدامك. طبعا في كل حصه تاخد الحصه لايف، تقدر تتفاعل تسال براحتك، عندك سؤال عندك حاجه يمين حاجه شمال. الفيديو بتاع الحصه هيتسجل ويتبعت لكم، كمان هيترفع على اليوتيوب لو حد عايز يسمعه او حد عايز يبعته لاي حد من زمايله، مفيش مشاكل. وبعت لك فايل بي دي اف. فايل بي دي اف ده هيكون فيه الشرح بتاع اليونت من الامبورتنت نوتس، في الامبورتنت نوتس كلها. و يعني كمان هيكون في الحل بتاع الامبورتنت كويستشنز، ويكون في الهوم ورك اللي عليك تاخد هوم ورك. الهوم ورك هيكون امتحانات على الوحده الاولى مع امتحان من امتحانات مودلز المعاصر النهائيه. ان شاء الله ينزل لك كمان فيديو الحل الهوم ورك ده، عشان عندك حاجه مش فاهمها، حاجه واقفه عليك، حاجه عايز تسال فيها. تقدر كمان تسال على الواتساب وتسال على الكوميونتي على الويب سايت. نبعت لك كمان بعديها كويز بقى على اليونت دي، شوف انت اليونت دي ذاكرتها كويس ولا كروتها ولا نص نص. نبعت لك كويز تخش تحل تاخد درجتك، يظهر لك بعديها فيديو الحل الكويز. طبعا هنبعت لولي امرك درجات الكويز ودرجات الواجب، فكل واحد يخلي باله من نفسه. كالعاده زي احنا متعودين، الحصه اللايف هتتسجل وهتنزل على اليوتيوب، اي حد عايز يسمعها يسمعها. اما بقى على الويب سايت بينزل لكم بقى معاها الفايل بتاع الحصه والهومورك وفيديو حل الهومورك والكويز وفيديو حل الكويز، كل ده بيكون على الويب سايت مع المتابعه بقى لو حد عنده سؤال ولا حاجه عايز يسال كده ولا كده. احنا طبعا كمان في فتره الحصص اللي كان بيحضر معانا من اول الترم، في الحصص خلصنا المين بوك بتاع المعاصر بالكامل، يعني ما سيبناش حاجه، احنا خلصنا المين بوك كله. حلينا الاكسرسايزز بتاعت كل الدروس، وحلينا كمان الاكيوميليتيف تيست بتاعت كتاب الشيتس. مش فاضل لنا بس غير الامبورتنت كويستشنز والمودلز دي اللي هنحلها في فتره المراجعه. بس مش معنى طبعا ان في حد بيحضر دلوقتي وما حضرش معانا من اول الترم فده مثلا هيكون مشكله بالنسبه له. لا، احنا في فتره المراجعه دي هنعيد الشرح من اول تاني، يعني نشرح النهارده يونت 1 دي كلها، هنشرحها كلها وهنحل عليها كلها. فاي حد كان عنده مشاكل في يونت 1 كانت واقفه معاه حاجه يمين شمال، هنعيدها تاني، جات لك الفرصه هنعيد لك الشرح تاني وهنحل. ذاكر بقى يونت 1 دي كويس من الحاجات اللي احنا هنبعتها النهارده، وتحل الامتحانات اللي هبعتها لك على يونت 1، تخش الكويز اللي هنعمله تجيب درجه كويسه. يبقى كده يونت 1 خلصناه، خش المره الجايه على يونت 2 يونت 3 وهكذا لغايه ما يجي نخلص اليونتات كلها، نبدا نحل بقى في المودلز بتاعت المعاصر اللي كانت ناقصه. يبقى انت كده مش محتاج حاجه، خلاص تخش الامتحان حاطط رجل على رجل. دي كده اليونتس عليكم. طبعا احنا كنا شخبطنا عليها كلها، خلاص مسحنا الشخبطه عشان نشخبط من اول جديد. قعدنا النهارده مع اول يونت هنراجع على properties of proportion، كمان follow properties of proportion والcontinue proportion. دي الدروس اللي هنراجع عليها النهارده. المره الجايه راجع على يونت 2، اللي بعدها على يونت 3، واللي بعدها على يونت 4. نشرح مع بعض بقى كده الامبورتنت نوتس والحاجات المهمه اللي موجوده في يونت 1. اول درس كنا خدناه اللي هو properties of proportion. في البروبرتيز اوف بروبورشن اهم حاجه تبقى عارفها ان الرقم الاول ده اسمه first proportion second proportion third proportion fourth proportion. الاثنين دول مع بعض اسمهم extremes والاثنين دول اسمهم means. ولو جيت عملت multiplication هنا وعملت multiplication هنا المفروض الاجابات تبقى زي بعضها، ودي property من properties of proportion بتقول ان the product of means equal the product of extremes. يعني A times D بتساوي C times B. زي الامثله دي 4 تايمز 3 ب 12، 12 تايمز 1 ب 12، يبقى بقى يبقى ده بروبورشن. اما هنا 4 تايمز 5 ب 20 و12 تايمز 1 ب 12، هل دول قد بعض؟ لا 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 لا.
So they aren't in proportion. ده كده مش proportion. يعني لو جيت سألتك في الامتحان قلت لك هل ده proportion ولا لا، كل اللي انت هتعمله هتعمل مقص cross multiplication. لو طلع اجابات المقص متساوية يبقى ده proportion، طلع اجابات المقص غير متساوية يبقى ده مش proportion. طبعا المقص ده كمان ممكن تستفيد منه في سؤال زي ده، ان انت لو عندك اكس هنا مش معروفة، وده سؤال بيجي كتير جدا في الامتحانات. لو الاكس دي مش معروفة دي تعمل ايه عشان تجيب الاكس؟ تعمل مقص ده تايمز ده ديفايدد ده. 3 تايمز 5 15 ديفايدد 2 تبقى 7.5. ممكن تجيبها بكذا طريقه طبعا، يعني انت مثلا عندك سؤال زي ده فتقدر تقول لي ال 6 ديفايدد 2 ب 3 يبقى 10 ديفايدد 2 ب 5. ممكن تعملها العكس تقول لي 3 تايمز 3 ب 9 يبقى 4 تايمز 3 ب 12. صح مفيش مشاكل. ساعات بقى كمان لما يجي يدي لك مساله ما تبقاش اكس بس، تبقى اكس بلس 2. يعني هنا لو كاتب لك اكس بلس 2 يبقى انت لما تعمل 4 تايمز 3 ب 12، مش الاكس هي اللي ب 12، لا ده يبقى اكس بلس 2 هي اللي ب 12. فساعتها هتودي ال 2 الناحيه الثانيه بالماينس يبقى الاكس ب 10. ممكن يجي لك سؤال زي ده يقول لك 2a minus 3b equal 0، وعايز يعرف a over b بكام، فانت بتعمل ايه؟ بتودي ده الناحيه الثانيه. وهو عايز ايه؟ عايز a over b ما ترجعش بايدك فاضيه يبقى 3 over 2. طب لو عايز b over a ما ترجعش بايدك فاضيه 2 over 3 او ما ترجعش بايدك فاضيه. سؤال زي ده بقول لك ان ده بيساوي زيرو، الكلام ده بيساوي زيرو. بص بقى مهمه جدا دي، ما دام الفراكشن ده طلع زيرو مستحيل مستحيل ان هو يكون زيرو غير لما يكون النيوميريتور هو اللي بزيرو، يعني اللي فوق لازم هو اللي يكون اللي بزيرو. فهنا هتاخد اللي فوق ده تساوي بزيرو، تقول لي سنس ان ده بزيرو يبقى ده معناه ان اللي فوق هو اللي خلاه زيرو. واحد يقول لي طب ليه اللي تحت ما يكونش زيرو؟ اللي تحت يبقى زيرو يبقى ده مش فراكشن، دي هتبقى undefined value، ما ينفعش يبقى فيه زيرو في الدينومينيتور، ده اخدناه في اولى اعدادي. فما دام هي بتساوي زيرو يبقى اللي فوق بزيرو، يبقى 3x بلس 4y بزيرو، بقت شبه المساله اللي فوق. تودي دي الناحيه الثانيه، انت بقى عايز ايه؟ عايز x اوفر y ترجعش بايدك فاضي نيجاتيف 4 اوفر 3. طب عايز y اوفر x ترجعش بايدك فاضي يبقى 3 اوفر نيجاتيف. الحته دي برضو مهمه بتيجي كتير في مسائل البروف. a اوفر b بتساوي c اوفر d بتساوي e اوفر f. then we can say that ان a اوفر b بتساوي c اوفر d بتساوي e اوفر f بتساوي k. يبقى ده معناه ان الاي بتساوي اف في كي، والسي بتساوي دي في كي، والاي بتساوي بي في كي. يعني تقدر تقول ان الاي بتساوي الرقم اللي تحتيها مضروب في الكي اللي بره ده. سواء مثلا هنا تحتيها 3 يبقى هي 3 كي، هنا في 2 يبقى 2 كي، هنا في 5 يبقى 5 كي، وهكذا. زي مثلا سؤال زي ده يقول لي ايه اوفر بي بتساوي سي اوفر دي، انا اقول ان هي بتساوي ام. واحد ممكن يقول لي انا اخليها بتساوي كي، واحد يقول لي انا اخليها بتساوي اي، اخليها اي حرف انا خليتها ام. يبقى ده معناه ان السي بتساوي دي ام والاي بتساوي بي ام، اهو الاي بي ام والسي دي ام. هو عايز يثبت بقى ان الليفت هاند سايد ده بيساوي رايت هاند سايد، خلاص انا همسك الليفت هاند سايد هقعد العب فيه، اشيل الاي واحط بي ام، اشيل السي واحط دي ام، اشيل الاي واحط بي ام، اشيل السي واحط دي ام، فتبقى 2 بي ام و3 دي ام و7 بي ام و5 دي ام بالشكل ده. من فوق هتلاقي فيه ام كومن فاكتور هطلعها بره ويبقى لي 2 بي بلس 3 دي. من تحت هتلاقي فيه ام كومن فاكتور هطلعها بره ويبقى لي 7 بي ماينس 5 دي. شيل الام مع الام بقى لك 2 بي بلس 3 دي اوفر 7 بي ماينس 5 دي. وده هو مين؟ ده هو الرايت هاند سايد. تقول لي دي 1 وتقول لي دي 2 او العكس، هي تقول لي فروم 1 اند 2 يبقى الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد. بس كده. السؤال ده برضو مهم. لو عندك سؤال زي ده 12 اكس واي دي هتدخلها في النص، خليها نيجاتيف 12 اكس واي في النص، وتحلها فاكتورايزيشن شبه الترم الاول ده بيرفكت سكوير. روت للاول ب 2 اكس، روت للاخير ب 3 واي، اللي في النص ماينس، ونعمل لها باور اوف 2. اهم حاجه تتاكد ان هو فعلا بيرفكت عن طريق ان انت تعمل الاول تايمز الثاني تايمز ال 2 يدي لك اللي في النص، الاول تايمز الثاني ب 6 اكس واي تايمز 2 ب 12 اكس واي، هو اللي في النص هو اللي في النص، يبقى ده بيرفكت تمام. خد سكوير روت عشان تطير الباور اوف 2 تبقى 2 اكس ماينس 3 واي بزيرو. ودي 3 واي وشوف هو عاوز يبقى اكس اوفر واي يبقى 3 اوفر 2، واي اوفر اكس يبقى 2 اوفر 3. دي الحاجات اللي انت كنت خدتها برضو في اولى اعدادي وفي الترم الاول، وممكن تحتاج المفروض تبقى حافظها. ازاي تفك القوس اللي عليه باور اوف 2 سواء كان بلس او ماينس، ازاي تفك الديفرنس اوف 2 سكويرز، انما السم اوف 2 سكويرز ده ملوش فكه بيفضل زي ما هو.
ازاي تفك السمن ديفرنس اوف تو كيوبس، قوس صغير قوس كبير. المفروض تبقى حافظها كويس زي اسم. ازاي تعمل كومن فاكتور برضه، اولى اعدادي. عندك 12 وعندك 4، تاخد الرقم المشترك اللي هو الجدول المشترك. الجدول المشترك هو الفور. طب عندك سي باور اوف 2 وسي باور اوف 2، تاخدها كومن فاكتور. لو عندك ام باور اوف 2 ام باور اوف 4، باخد الصغير اللي هو الباور الصغير اللي هو ام باور اوف 2. يبقى انا خدت 4 سي باور اوف 2 ام باور اوف 2 كومن فاكتور. اخد الاولاني ده اقسمه على الكومن فاكتور واكتب اللي اتبقى لي جوه القوس. اخد التاني باشارته اقسمه على الكومن فاكتور واكتب اللي اتبقى لي جوه القوس. معلومتين مهمين بقى على السريع. لو انت عندك مالتيبليكيشن تقدر تشيل ال 3 مع ال 3 عادي، مفيش اي مشاكل. طب لو هنا في بلس وماينس، لا والف لا، اوعى تشيل ال 3 مع ال 3. اه ليه؟ لان دي كده مجموعه مع السي وماينسها من الام. تشيلها لو في مالتيبليكيشن ماشي، اقول لك شيل. بلس وماينس لا، اوعى، خلي بالك. وانا عارف العيال اللي هو يبص يقول لي 63 يا مستر اوفر 13، اروح شايل ال 3 مع ال 3 تبقى الاجابه 6. اقول له ده انت لو قاعد قدام كنت جبتك كده اهو، كده اهو على طول. هبطك في الحته اللي ورايا. هل تشيل 3 مع 3؟ صح معايا. لا تشيل ال 3 مع ال 3 من 63 و13، ولا تشيل ال 3 مع ال 3 في البلس والماينس. شيلها لو في مالتيبليكيشن بس كده، غير كده ما اعرفهاش. لو عندك باور على قوس زي ده، يبقى تنزل الباور على الاول وعلى الثاني. هنا نفس الكلام، لو عندك باور على فراكشن زي ده، يبقى تنزلها على اللي فوق وعلى اللي تحت. هنا نزلتها على اللي فوق وعلى اللي تحت، هنا نزلتها على الاول والثاني. دخلنا بعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها equality of the images. كل الفكرة هنا ان انت لو عندك فراكشن وشقلبت اللي تحت طلعته فوق في الناحيتين، واللي فوق نزلته تحت، مش هيحصل اي تغيير، يعني القيمة هتفضل ثابتة. يعني لو 3 اوفر 8 بتساوي 6 اوفر 16، وانت خليت دي 8 اوفر 3 وخليت دي 16 اوفر 6، فيفضلوا برضو متساويين. اي نعم قيمة الفراكشن ده مختلفة عن قيمة الفراكشن ده، بس الاثنين اللي على اليمين والشمال هيفضلوا متساويين. يعني هيفضل فيه بروبورشن. انترتشينجينج المينز والاكستريمز نفس الكلام. لو بدلت الاثنين دول، جبت الايه مكان الدي، كانك بالظبط عملت سي اوفر ايه ودي اوفر بي. نفس الكلام هنا، لو بدلت الاثنين دول كانك بالظبط عملت ايه اوفر سي وبي اوفر دي. يعني انت لو عندك سؤال زي ده وانت عملت 3 اوفر 6 بتساوي 8 اوفر 16، مفيش اي مشاكل. عملتها 6 اوفر 3 بتساوي 16 اوفر 8، مفيش اي مشاكل. اي 6 اوفر 3 بتساوي 16 اوفر 8، وهنا 3 اوفر 6 بتساوي 8 اوفر 16، عادي مفيش مشاكل. يعني لو خدت اللي هو ده قسمته على ده، هي ده قسمته على ده. يعني تاخد من الشمال لليمين عادي، يبقى تحت من الشمال لليمين. او تاخد من اليمين للشمال، يبقى تحت برضو من اليمين للشمال. يا اما تبدل بقى، تجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، مفيش اي مشاكل. الحته دي برضو مهم، حته الادنج والسبتراكتنج. لو عندك اي اوفر بي بتساوي سي اوفر دي بتساوي 3 اوفر 8، وانت جيت جمعت الاي مع السي والبي مع الدي، لو جمعت الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض، هيدي لك فراكشن جديد. يعني عملت A بلس C وB بلس D، هيطلع لك فراكشن جديد. الفراكشن الجديد ده برضه هيساوي 3 اوفر 8. ولو عملت ماينس A ماينس C وB ماينس D، تطلع لك اجابه جديده برضه هتساوي 3 اوفر 8. طب افرض ضربت هنا في 2 وبعدين عملت ماينس، يعني عملت 2A ماينس C و2B ماينس D، هي برضه 3 اوفر 8. طب افرض جمعت الثلاثه دول A بلس C بلس D وبي بلس او اسف A بلس C بلس 3 وبي بلس D بلس 8، عادي هي برضه 3 اوفر 8. طب افرض عملت بلس لاول اثنين وبعدين ماينس للثالثه A بلس C ماينس 3 B بلس D ماينس 8، ولا اي تغيير برضه 3 اوفر 8. يعني اي اوبريشنز هتعملها في النيوميريتورز وتعمل زيها في الدينومينيتورز، قيمه الفراكشن الجديد اللي هيطلع مش هتتغير، هتفضل ثابته. حتى لو شكله اتغير، يعني ما 3 اوفر 8 دي ممكن تبقى 6 اوفر 16، اما هي 3 اوفر 8. ممكن شكلها يبقى متغير بس قيمتها في السمبلست فورم هتبقى 3 اوفر 8. وده السمري لكل البروبرتيز اللي اخدناها دول. كده يعتبر البروبرتيز اللي قلناها قبل كده كلها. A اوفر بي بتساوي سي اوفر دي، يبقى تعمل مقص. ده برودكت اوف مينز بيساوي برودكت اوف اكستريمز. ده على ده ما ترجعش بايدك فاضيه، بيساوي ده على ده. ده على ده، ده على ده بيساوي كي، يبقى السي 5 كي والاي 3 كي.
ممكن تجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت عادي، ممكن تمشي يمين عادي، ممكن تمشي شمال، وممكن تجمع دول او تماينصهم او تضرب في اتنين وبعد كده تجمع، تضرب في تلاته وبعد كده تجمع، تضرب في خمسه وبعد كده تماينص عادي، مفيش مشاكل، كل ده ينفع، وكل ده يطلع لك ريشيو واحده، كلها تبقى قد بعضها. خلينا بعد كده في الدرس الاخير في اليونت دي، الا وهو الكونتينيو بروبورشن. الكونتينيو بروبورشن المميز بينه وبين البروبورشن العادي ان الرقم ده بيتكرر، الرقم ده بيتكرر، ده الفرق اهو، ده كونتينيود وده بروبورشن عادي. بروبورشن عادي هنا الرقم ده مش متكرر، ده بي ده سي، انما هنا البي هي البي، السي هي السي، ولو هتكمل بقى هتبقى الدي هتتكرر واللي بعدها يتكرر وهكذا. هنا كنا بنقول الاي بتساوي اف ام، السي بتساوي دي ام، الاي بتساوي بي ام. هنا بقى هنقول ايه؟ السي دي ام، والبي دي ام باور اوف 2، والاي دي ام باور اوف 3، وهكذا بقى. ده الفرق بين الكونتينيود واليوجوال بروبورشن. في الكونتينيود بروبورشن في قانون مهم جدا اللي هو قانون الميدل بروبورشن، اللي هو ساعات بنسميه ميدل بروبورشنال، او نسميه سكند بروبورشنال، او نسميه ذا مين اوف ذا بروبورشن، او ذا بروبورشنال مين. المسميات دي كلها دي معناها عايز اللي في النص اللي هو الميدل. بيبقى عندك ده فيرست وده ثيرد. لو اعطالك ثلاث ارقام وقال لك في ما بينهم بروبورشن يبقى ده كونتينيود، لان يبقى الرقم اللي في النص بيتكرر. اعطالك اربع ارقام في بينهم بروبورشن يبقى ده اليوجوال بروبورشن العادي، الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. انما هنا عندنا ميدل. طب الميدل ده بنجيبه ازاي؟ بيبقى بي باور اوف 2 بتساوي اي سي، فاقدر اخد سكوير روت الناحيتين فتبقى بي بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت اي سي. حط بوزيتيف اور نيجاتيف بعدها سكوير روت اي سي، يعني تضرب الرقمين دول في بعض حطهم تحت الروت وتبقى الاجابه بوزيتيف او نيجاتيف عادي مفيش مشاكل. ده كونتينيود وده كونتينيود، بس هنا دول حاجتين بس ودول اربع حاجات. هنا هيبقى البي بيساوي سي ام والاي سي ام باور اوف 2. هي جت طبعا عن طريق ان هي بتساوي البي ام، واحنا لسه قايلين ان البي سي ام. انت في العادي بتقول ان ده سي ام وده بي ام، اهو ده اللي احنا عملناه. بس انت تقدر تشيل البي وتحط سي ام تاني، ما هي البي بسي ام، شيل البي وحط سي ام فتبقى سي ام ام، يعني سي ام باور اوف 2. فبعد كده احنا بنختصر بقى ونقول ايه؟ بدل ما نعملها بي ام وبعدين نشيل البي ونحط سي ام، لا ما نعملها على طول بقى. عايز البي يبقى سي ام، عايز الاي يبقى سي ام باور اوف 2، وهكذا. هنا عايز الدي اي ام، عايز السي اي ام باور اوف 2، عايز البي اي ام باور اوف 3، عايز الاي اي ام باور اوف 4، وهكذا بقى طول ما انت راجع. دي قلناها خلاص. كده احنا خلصنا يونت 1، ان شاء الله المره الجايه نراجع على يونت 2. نحل عليها، نحل عليها. قول لي يا حاج فارس 3a equals 5b، هو عايز مين؟ عايز 3a over b. سيبك من 3 دي خليها 3 تايمز a over b. تقدر تقول لي a over b بكام؟ A over B بتساوي 5 over 3. ترجعش بايدك فاضيه. a over b بتساوي 5 over 3. خلاص خدها عوض بيها هنا. يبقى دي 3 تايمز 5 over 3، فال 3 هتروح مع ال 3 هتبقى الاجابه. 5. بس كده، في حاجه صعبه؟ لا، قول لي دي. بيقول لك ان دول بروبورشنال كوانتيتيز، تعمل ايه؟ مين اوفر يعني مين؟ X over 3 بتساوي Y over 4. ها، هو بقى عايز اكس اوفر واي يبقى 3 over 4. 3 اوفر 4. خلي بالك بقى من الحته دي، بص بقى معايا. لما اقول لك اكس اوفر واي بتساوي 3 اوفر 4، هاجي اقول لك بقى طب لو عندك نفس السؤال وجيت انا قلت لك واي اوفر اكس هتبقى 4 اوفر 4 4. over 3. طب بص بقى لو جيت قلت لك 3 اكس بتساوي 4 واي، هنا بقى بص الفرق. هنا السهم راح يمين يمين، هنا شمال شمال، انما هنا هيروح بالعكس، ويرجع، أيوة راح هيك. هيروح ويرجع. يبقى اكس اوفر واي هنا 4 اوفر 3. طب لو عايز واي اوفر اكس يبقى 3 over 4. يبقى واي اوفر اكس 3 اوفر 4. خلي بالك منها دي، فيها مشاكل. لا. شكرا يا فارس. آه. 2 6 و x بلس 15 in proportion what is the value of x. خطيره دي. اول ما تشوفها هتقول لي 2 اوفر 6 بتساوي 6 بتساوي x اوفر 15. غلط، زيرو كحكه مدوره. مين شاطر يقول لي ايه الغلطه اللي انا عملتها؟ قول يا حاجه نورين. ان انا المفروض اكتب x بلس 15.
المفروض تبقى اكس بلس اوفر اكس. 15. هو هنا عندنا ده رقم وده رقم وده اي على بعضه رقم. طب هما ثلاث ارقام بس، هكتبها ازاي؟ المفروض في رقم رابع، اعمل ايه بقى؟ اقول 2 اوفر 6 و6 اوفر اكس اه بلس 15. محترمه، هتعمليها كونتينيو بروبورشن يعني، صح كده؟ اي المقص ده يطلع لي مين؟ الاكس بلس 15 او value of هت- x. هتبقى كانها ايه؟ 6 تايمز 6 اوفر، 2 يبقى اكس بلس 15 على بعضها 36 اوفر 2 اللي هي 18. اودي ال 15 بالايه؟ بالماينس. 18 ماينس 15 ب 3. يا باشا كده. طب هنا a اوفر 2 بيقول لي كونتينوت، يبقى a اوفر 2 بيساوي 2 over 4. محترمه بيساوي 4 over b. بس كده اتحلت. ده هيديني الايه؟ 2 تايمز 2 اوفر 4. وده هيديني البي 4 تايمز 4 اوفر، 2. يبقى هنا 1 وهنا 8. طبعا الناس هنا اللي بتتلخبط، بص بص، انا هنا عملت مقسم بين دول اللي في وش بعض، دول تايمز 2 تايمز 2 ديفايدد 4، انما هنا 4 تايمز 4 ديفايد 2. يعني انت هنا المفروض المساله كانت a اوفر 2 بتساوي 2 اوفر 4، انت عايز الايه؟ تعمل دول تايمز بعض ديفايدد ده، فتبقى الايه من هنا 2 تايمز 2 ب 4 اوفر 4 ب 1. تعالى في دي، هيبقى 2 اوفر 4 بيساوي 4 اوفر بي، انت عايز ده، هتعمل ده تايمز ده اوفر ده، اللي في وش بعض تايمز بعض اوفر اللي اتبقى، يبقى 4 تايمز 4 16 اوفر 2 ب 8. هو بقى عايز يجمعهم a بلس b ب 9. فيها مشاكل؟ شكرا يا حاجه نوريه. What the number if added to each of the numbers 1 و 3 و 6 becomes in continued proportion. شوف بقى، هو بيقول لك انا هزود رقم على الثلاث ارقام دول عشان يبقوا في continued proportion. يعني هل هم دلوقتي في continued proportion؟ لا، انت لسه هتزود عليهم رقم. طب مين الرقم اللي هتزوده ده؟ ما اعرفوش، هو عايز يعرفه بقى، خلاص سميه اكس. حط لي هنا اكس وحط لي هنا اكس وحط لي هنا اكس، يبقى الارقام بقت 1 بلس اكس كوما 3 بلس اكس كوما 6 بلس اكس. يبقى 1 بلس اكس اوفر 3 بلس اكس بتساوي 3 بلس اكس تاني عشان ده كونتينيود اوفر 6 بلس اكس، وادي لها مقص. هتعمل ده تايمز ده وده تايمز ده، يعني هاخد الاثنين دول كده اعمل لهم تايمز بعض، والاثنين دول كده اعمل لهم تايمز بعض، واقول برودكت اوف مينز بيساوي برودكت اوف اكستريمز. 1 بلس اكس مضروبه في 6 بلس اكس بتساوي 3 بلس اكس مضروبه في نفسها. دي كده هتبقى 1 تايمز 6 ب 6، 1 تايمز اكس باكس، اكس تايمز 6 ب 6 اكس، اكس تايمز اكس باكس باور اوف 2. ودي هنا 3 تايمز 3 ب 9، وبعديها 3 تايمز اكس بوزيتيف 3 اكس، وبعديها 3 تايمز اكس تاني او اكس تايمز 3 برضه بوزيتيف 3 اكس، وبعديها اكس تايمز اكس بوزيتيف اكس باور اوف 2. هنا هجمع الاكس دي مع الاكس دي فتبقى 7 اكس، وهنا هجمع الاكس دي مع الاكس دي فتبقى 6 اكس. هتلاقي في اكس باور اوف 2 على اليمين وفي اكس باور اوف 2 على الشمال. مع السلامه، باي باي. اتفضل لك 6 بلس 7 اكس و9 بلس 6 اكس. هات الاكسات مع بعضها في طرف والارقام مع بعضها في طرف. يعني هاجي كده، هودي ال 6 اكس دي بعكس الاشاره بالنيجاتيف، واجيب ال 6 دي بعكس الاشاره بالنيجاتيف، يبقى ده هيفضل مكانه 7 اكس، وده هيروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره نيجاتيف 6 اكس، الايكوال زي ما هي، ال 9 في مكانها، وال 6 هتروح بعكس الاشاره نيجاتيف 6. يبقى دي بقت اكس واحده ودي بقت 3. عرفنا قيمه الاكس، وهو ده اللي كنا بندور عليه. في حاجه صعبه؟ هنا بيقول لي ان دول 3 بروبورشنال كوانتيتيز. طب ما تقول لي معاذ كده، ده هم 3 بروبورشنال كوانتيتيز المفروض اكتبهم ازاي؟ يعني اكتب 3 اوفر اكس بتساوي 12 اوفر كام، ولا اعملها ازاي دي، ولا ايه؟ بتساوي اوفر 12. 3 اوفر اوفر اكس. اكس بتساوي اكس اوفر 12، صح كده؟ صح كده. اعمل ايه بقى عشان اجيب الاكس؟ يبقى الاكس بار 2 ايكوال 36. يبقى الاكس 6. هنحط 36 تحت الروت هتبقى الاكس ب 6. 6 صح كده؟
صح كده. غلط. بوزيتيف اور نيجاتيف 6. لما تاخد سكوير روت لازم تحط بوزيتيف اور نيجاتيف يا حاج صح. معاذ يا نائم ايها النائم. ما شفتش الاختيار ده والله. فلتصحصح ايها النائم. شكرا يا عشان معاذ. انا سؤال زي ده اكس اوفر 4 بتساوي واي اوفر 12. هو عايز اكس اوفر واي لسه حاليا زيه يبقى 4 اوفر 12 بس 4 اوفر 12 دي مش موجوده في الاختيارات. دخلها على الكالكليتور هتدي لك 1 اوفر 3. الولد الشاطر يعملها بمخه. ديفايدد 4 فوق وديفايدد 4 تحت تبقى 1 اوفر 3 مش محتاجه كالكليتور اصلا. بس في الامتحان اعمل بالكالكليتور في الامتحان. علشان ساعات المخ ده بيهنج. فتبقى ما اعمل بالكالكليتور في الامتحان. اعمل بالكالكليتور عشان المخ لما يهنج ما تضيعش درجات على الفاضي. السؤال ده ما حدش يعرف يحله بقى. حد يعرف يحله؟ سيبكم تفكروا فيه كده يلا اللي يعرف يحله يقول. لو حد برضو بيسمع على اليوتيوب الفيديو او بيسمعه متسجل كان غايب ولا حاجة ويلاقينا قلنا حل السؤال ده لوحدك يوقف الفيديو ويحل السؤال لوحده. تعلم من غلطك. وقف وحل واغلط وتعلم من الغلط. ما هو ده الماس. الماس ده ما بتتعلمش منه غير لما بتغلط يعني. هو كل الفكرة ان انت تحل فتغلط فتتعلم. هي الدنيا كده. طب قول يا احمد حافظ سمعنا صوتك قول لي هتعملها ازاي. أنا قلت مثلا هنعملها 3 باي 4 أوفر 3 باي 4 أوفر 3 4 باي 3 تطلع 12 equal ماشي 12. صح. هنشيل 12 مع كلام 12 equal سليم. 1. كلام سليم يعني احمد عايز يقول لي ايه اوفر بي بتساوي 3 اوفر 4. يبقى 3 اوفر بي بتساوي 4 اوفر ايه فدي كانها 3 اوفر 4 تايمز بي اوفر ايه. فهنا راح مشقلب وجاب البي اوفر ايه. بدل ما هي ايه اوفر بي جاب البي اوفر ايه 4 اوفر 3 وراح عوض بيها هنا. فبقت 3 اوفر 4 تايمز 4 اوفر 3 فال4 راحت مع ال4 وال3 راحت مع ال3 بقت الاجابه 1. شاطر. بيج شنطور. شكرا يا احمد. وات از ذا ثيرد بروبورشنال. هنا لما يقول لي انا عايز الثيرد بروبورشنال يبقى ده الاول وده الثاني وده الرابع. خلي بالك بالترتيب كده. هو قال لك انا عايز الثيرد يبقى ده الاول اوفر ده الثاني. هو عايز الثالث اهو حط مكانه اكس والرابع هو ال8 بالترتيب كده واعمل مقص بقى. هنا هتعمل 3 تايمز 8 اوفر 4 يبقى الاكس بالتالي 3 تايمز 8 اوفر 4 بالكالكليتر او بمخك. في الامتحان بالكالكليتر دلوقتي عايز تعملها بمخك. هنا 1 وهنا 2. 3 تايمز 2 ب 6. لسه حالين زيها. 3x ماينس 2y بتساوي 0 يبقى 3x بتساوي 2y. قلناها في النوتس السحريه. قلناها. النوتس السحريه دي فيها كل حاجه. انت عايز مين x اوفر y يبقى 2 اوفر 3. برضه لسه قايلين بس هنا دي فيها لعبه. بص بقى a اوفر 2 بتساوي b اوفر 5. هو عايز a ماينس b اوفر a بلس b. انت تقدر تجيب الماينس عن طريق ان انت تعمل دول ماينس. فنقول ان ده لما اعمل له ماينس ده هيطلع لي فراكشن بيساويهم. فهتبقى من فوق a ماينس b اوفر 2 ماينس 5. a ماينس b اوفر نيجاتيف 3. 2 ماينس 5 بنيجاتيف 3. طب عايز تجيب بقى البلس خلاص اعملهم بلس. يعني انا هاخد نفس المساله اهي بس المره دي بدل ما اعمل ماينس اعمل بلس. هتبقى a بلس b اوفر 2 بلس 5. تبقى a بلس b اوفر 7. ده بقى هو ده هو ده وده هو ده هو ده. يعني الاثنين دول بعض. الاثنين دول زي بعض. الاثنين اللي طلعوا لي دول زي بعض. يعني انا اقدر اقول ان هم بيساووا بعض. يعني انا اقدر اقول دلوقتي ان a ماينس b اوفر نيجاتيف 3 بتساوي a بلس b اوفر 7. هو عاوز ايه ده اوفر ده خلاص يبقى ده اوفر ده. يعني a ماينس b اوفر a بلس b بتساوي نيجاتيف 3 اوفر 7. اهي. ممكن اعملها بطريقه ثانيه. ممكن اعملها بطريقه ثانيه عادي. بص بقى بص. وتيجي تقول لها مستر A اوفر 2 بتساوي B اوفر 5 بتساوي M او K. يبقى ال B بتساوي 5K ويبقى ال A بتساوي 2K. وتعوض بقى. هو عايز مين؟ عايز A ماينس B اوفر A بلس B. شيل ال A وحط 2K ماينس. شيل ال B وحط 5K اوفر. شيل ال A وحط 2K بلس.
شيل البي وحط 5K. من فوق نيجاتيف 3K، من تحت 7K، الكي مع الكي نيجاتيف 3 اوفر 7. يا سلام يا سلام يا سلام. عايز تحل كده حلو، عايز تحل كده حلو. ربنا يوفقك. جربوا تحلوا كده في بيت الاسئله على بال ما نصلي بقى صلاه العشاء ونرجع تاني عشان صلاه العشاء اذنت. في السؤال ده بيقول لي A اوفر 4 بتساوي B اوفر 7. طبعا اقدر احلها شبه السؤال اللي فات. A اوفر 4 equals B اوفر 7 equals K. تبقى ال B 7K وال A 4K. واقدر بقى اقول 2A minus B over B minus A بتساوي 2 times ال A اللي هي 4K minus ال B اللي هي 7K over ال B اللي هي 7K minus ال A اللي هي 4K. يبقى 8K minus 7K over 7K minus 4K. من فوق K واحدة، من تحت 3K، الكي مع الكي بقى لك فوق 1، يبقى الإجابة 1 over 3. في السؤال ده بيقول لي A over 2 بتساوي B over 5 بتساوي 2A plus B over K. بص بقى هنا، لو جيت بصيت على الأخير ده هتلاقيه هنا ضرب في 2 وبعدين جمعها مع اللي جنبها. يبقى تضرب هنا في 2 وتجمعها مع اللي جنبها بس كده. لما تضرب دي في 2 تبقى 2A وتجمعها على البي تبقى 2A بلس B. لما تضرب دي في 2 فتبقى 4 وتجمعها مع ال 5، 4 و5 يبقى 9. يبقى المفروض هنا كان يكتب 9، يبقى الكيب 9 بس كده. سؤال زي ده برضه محدش يعرف يحل، هسيبكم تفكروا فيه. يلا اللي يعرف يحل يرفع ايده. A اوفر B بتساوي 4 اوفر 3. من هنا اقدر اقول ده تايمز ده وده تايمز ده بيطلع لي من هنا 3A و4B. والمفروض ان البرودكت اوف مينز ايكوالز برودكت اوف ستريمز. يعني 3A بتساوي 4B، وهو بيقول لي انا عايز 3A ماينس 4B، يبقى دول هيروحوا مع بعض لان هم قد بعض، يبقى لي ال 5. ممكن اعملها بطريقه ثانيه، اقول A اوفر B بتساوي 4 اوفر 3، فاحط هنا K واحط هنا K، فتبقى ال A ب 4K وتبقى ال B ب 3K، وارجع اعوض بقى في اللي هو عامله اللي هو 3A ماينس 4B بلس 5، فتبقى دي 3 تايمز 4K ماينس 4 تايمز 3K بلس 5، فتبقى 12K ماينس 12K بلس 5. فده يروح مع ده ويبقى لك الاجابه 5. ده صح وده صح. في سؤال زي ده دول بروبورشنال، يبقى A اوفر 3 بتساوي 4 اوفر B. هو بيقول لي AB اوفر 6، يعني هو عايز يجيب قيمة A تايمز B ويقسمها على 6. A تايمز B يعني انا هعمل الاثنين دول تايمز بعض، يبقى اكيد هتساوي 3 تايمز 4. يعني AB كده بتساوي 12. من المقص اهو A تايمز B بتساوي 3 تايمز 4، يبقى AB ب 12. خلاص خلصت المسألة. انت عايز AB اوفر 6 والاي بي دي ب 12، يبقى 12 اوفر 6 تطلع 2. Which of the following numbers are in proportion او is proportional؟ طبعا هم تلاتات تلاتات تلاتات، لا حد الشلالات، تلاتات تلاتات تلاتات، وش الطار بشوات بشوات بشوات. ما دام هم تلاتات يبقى هتعملها كونتينيو، يبقى 4 اوفر 6 بتساوي 6 اوفر 12. وتدي لها مقص، لو المقص طلع صح اختارها، ما طلعش صح ما تختارهاش. دي هنا ب 48 ودي هنا ب 36، مع السلامه. 2 اوفر 6 و6 اوفر 9، 18 و36 باي باي. 3 اوفر 6 و6 اوفر 12، 36 و36 هي دي. 4 اوفر 12 و12 اوفر 24، 144، 16 6 و1 8 و1 96 144 باي باي. الصح يا سي مشاكل، ما فيش مشاكل. A is the first proportional of the two numbers 4 و 8. What is the value of A؟ عايز يعرف قيمة ال A. هي ال A هي الفيرست بروبورشنال وهم ثلاث ارقام، يبقى انت عندك ال A وال 4 وال 8 هم ثلاث ارقام بس، يبقى كونتينيوت. يبقى هي على 4 بتساوي 4 على 8، ده لا مقص. او اللي عايز ال A يبقى 4 تايمز 4 اوفر 16 او اوفر 8. 4 تايمز 4 16 اوفر 8، 16 اوفر 8 تبقى 2. قول لي جيسون اللي بعدها. وات از ذا ثيرد بروبورشن اللي هتعمل ايه؟ هعمل يا مستر الثيرد هعمل يا بروبورشنال اللي مستر هم ثلاث حاجات، يعني انت عندك اكس و2 اكس باور 3 ونقط، صح؟ اه يا مستر
انت عايز النقط بقى، خلاص ده كونتينيو، بتعمل ايه؟ اكس اوفر 2 اكس باور 3 بيساوي 2 اكس باور 3 اوفر نقط. انا طبعا ما رضيتش اكتب مكانه النقط اكس، لان هنا في اكس وهنا في اكس، الدنيا هتخش في بعض. انت ممكن تحط مكانه النقط واي لو انت عايز، بلاش اكس اه عشان يا مستر، نحرك في المساله اكس. هنعمل ايه؟ ايوه هنعمل يا مستر ال 2x على ال 2x بار 3 على 2x بار 3 تايمز والواي تايمز 2 اكس باور 3 تايمز 2 اكس باور 3 اوفر الاكس. 2 تايمز 2 4 اكس باور 3 مع اكس باور 3 باكس باور 6 على اكس، تعمل ماينس للباورز ماشي، يبقى اكس مع 4 اكس واحدة اكس باور 5. تمام كده. ها A اوفر B بتساوي B اوفر C بتساوي C اوفر D بتساوي 9. هو هنا عمل ايه؟ ده بلس ده بلس ده، وهنا ده بلس ده بلس ده، يعني جمع ده مع ده وجمع ده مع ده، المفروض الاجابه تطلع كام برضو؟ 9. طب محمد يعني هي لسه قايلين لما هم جمع الثلاثه فراكشنز يبقى الاجابه هي برضو زيهم. يعني A اوفر B تساوي B اوفر C تساوي C اوفر D بتساوي، هتجمع ده مع ده وده مع ده، يبقى A بلس B بلس C اوفر B بلس C بلس D. ده كده بيساوي ده بيساوي ده بيساوي ده اللي هو 9. هي يعني كلهم بيساوي 9. هاي. وممكن تعملها برضو بطريقه اللي هي تقول لي السي دي تايمز 9، يعني 9 دي والبي 9 سي والاي 9 بي، وتشيل ده وتحط مكانه 9 دي 9 سي 9 بي، وتاخد بقى ايه ال 9 كونفاكتور، فهتلاقي هنا بي وسي ودي هيروحوا مع بعض وهيتفضل لك ال 9. هي يعني مش تفرق، ده صح وده صح. A اوفر 2 بتساوي B اوفر 3 بتساوي C بتساوي ده، وتحت في كي محدش يعرف يحلها، صعبه. عندنا هنا A اوفر 2 بتساوي B اوفر 3 بتساوي C اوفر 5 بتساوي 2A بلس B ماينس 3C اوفر نيجاتيف 2K. بص انا هعمل ايه؟ هنا ضرب في 2 فاضرب هنا في 2 يبقى اضرب تحت في 2. هنا دي زي ما هي، وهنا نيجاتيف 3 يبقى ضرب في نيجاتيف 3، يبقى اضرب هنا في نيجاتيف 3 واضرب هنا في نيجاتيف 3. يبقى هنا عندي من فوق 2A بلس B بلس نيجاتيف 3C يعني ماينس 3C. يبقى انا هروح عامل اللي تحت نفس الكلام، هنا 4 مع 3 مع نيجاتيف 15. المفروض اللي فوق ده كله بيساوي اللي فوق ده، المفروض ان اللي تحت بيساوي اللي تحت. يعني انا اقدر اقول اللي تحت ده اللي هو 4 مع 3 مع نيجاتيف 15، ده اللي تحت اهو 4 و3 ونيجاتيف 15، المفروض ان هو بيساوي نيجاتيف 2 كي. 4 و3 7 ماينس 15 وادي نيجاتيف 2 كي، يبقى نيجاتيف 8 وادي نيجاتيف 2 كي، النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف يبقى الكيب 4. قول لذيذ اللي بعدها تعمل ايه هنا؟ x minus 2y over x plus 3 equal 3 over 5. عايز x 2y، المفروض تعمل ايه؟ اكس اوفر واي مقص. ماوس مم. هتبقى 5x minus 10y equal 10y 12 plus 6y صح؟ plus 6y دخلت 3 هنا هتطلع ب 4 ولا المفروض 9 بقى؟ 9 يعني 3 تايم 3 ب 9 9 صح؟ صح. هتجيب الاكس مع اكس والواي مع الواي. 5x هتطلع 19y وهنا 2x. هو عايز اكس 2y يبقى بس ده المفروض دي 19y مش 19x. ماشي، يبقى هو عايز اكس 2y، يعني اكس اوفر واي بتساوي 19 اوفر 2 صح كده؟ صح. دي هتطلع معناها ب اكس 2 دي معناها اكس 2. طب لو هل عايز واي تو اكس يبقى 2 تو 19 صح كده؟ لا مش 8، 2 over 16 اوفر 2 اللي ب 8، هي احسبها كده 19 اوفر 2. لا تمام؟ هي جربوا تحلوا دي لوحدكم يلا. نحل مع بعض. يبقى هنا اكس اوفر واي بتساوي 2 اوفر 3. دي ممكن اقول الاكس كده ب 2 ام او 2 كي والواي ب 3 ام، وارجع اعوض بقى 3x بلس 2y اوفر 6y ماينس x. يبقى دي 3 تايمز x يعني 3 تايمز 2m ب 6m، و2 تايمز y يعني 2 تايمز 3 ب 6m اوفر 6 تايمز y يعني 6 تايمز 3 18m
ماينس الاكس اللي هي 2 ام. من تحت تبقى 16 ام ومن فوق هتبقى 12 ام. الام هتروح مع الام، ديفايدد 4 ب 3 ديفايدد 4 ب 4. واحد يقول لي يا مستر طب انا ما حطيتش الام دي، يعني انا عملت الاكس ب 2 والواي ب 3، رحت شايل الاكس وحاطط 2 وشايل الواي وحاطط 3. اقول له اجابتك هتطلع صح، ولكن السؤال ده اساي. اساي يعني ايه؟ يعني المصحح وهو بيصحح بيبص على خطوات، لو ما لقاكش حاطط ام او كي هينقصك. السؤال عليه 5 درجات يدي لك 4، ما يديلكش الخمس. 4 اوفر اكس بتساوي 7 اوفر واي. ماشي، ادي 4 اوفر اكس وادي 7 اوفر واي. اقدر اقول يبقى اكس اوفر واي بتساوي 4 اوفر 7. يبقى الاكس 4 ام والواي 7 ام او كي، مش هتفرق خليها كي. 7 اكس بلس 2 واي اوفر 4 واي. 7 مضروبه في الاكس 4 كي بلس 2 مضروبه في الواي 7 كي اوفر 4 مضروبه في الواي 7 كي بتساوي 28 كي 14 كي و28 كي. 8 و 4 12 2 1 3 و 1 4 كي على 28 كي. ديفايدد 6 ولا ديفايدد 7 وديفايدد 7. ديفايدد 7 ب 6، ديفايدد 7 ب 4. ممكن اعمل ديفايدد 2 كمان مره تديني هنا 3 وتديني هنا 2، يبقى كاني عملت ديفايدد 14 مره واحده. هي تطلع الاجابه 3 اوفر 2. A و B و C و D are proportional quantities. خلاص يبقى A over B بتساوي C over D بتساوي K. C دي K A B K. عايز يثبت ان ده بيساوي ده، امسك الليفت هاند سايد اللي هو A بلس 2C على B بلس 2D. A B K، C دي K، البي زي ما هي والدي زي ما هي، لان انا مش معايا غير السي والاي. من فوق اخد الكيو كومن فاكتور هيبقى لي بي بلس 2 دي، ومن تحت في بي بلس 2 دي مع السلامه مع السلامه، يبقى طلعت كي. ده الليفت هاند سايد. هشتغل على الرايت هاند سايد. سي ماينس اي اوفر دي ماينس بي. السي دي كي، الاي بي كي، وتحت في دي ماينس بي. خد الكي كومن فاكتور يتفضل لك دي ماينس بي مع الدي ماينس بي باي باي، يتفضل لك كي. دي طلعت كي ودي طلعت كي. سمي دي 1 وسمي دي 2، بعدين نقول له from 1 and 2 therefore الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. وبارك الله فيما رزق. وبارك الله فيما ايه؟ فيما رزق. طب قول لي اللي بعديها يا يوسف. A و B و C و D in a continuous proportion. continuous دي يبقى A over B بتساوي بي على دي على C بقى بتساوي على سي. C على D بتساوي سي على دي. بتساوي M أو K. يبقى ده معناه إن C دي K والبي سي كي والبي دي كي والاي باور 2. والبي لا كي. لا انا ما مشيتش. انت عايز تمشيها ما دام هي كونتينيوتي يعني شغالها دي عادي اهو. يبقى دي هنا السي دي كي والبي دي كي باور اوف 2 والاي دي كي باور اوف 3، صح كده؟ كي باور 3. ايوه امسك الليفت هاند سايد، هتشيل الاي وتحط مين؟ تبقى ايكوال دي كي باور 3 اوفر دي كي باور 2 بلس دي. من هنا هتسحب الدي كومن فاكتور من تحت، اتفضل لك كي باور اوف 2 بلس 1. هتبقى ايكوال دي كي باور 2 بلس 1 اوفر دي كي باور 3. هتطلع ايكوال كي باور 3 اوفر كي باور 2 بلس 1. سيبها على جنب واشتغل على الرايت هاند سايد. سي باور اوف 3 اوفر سي باور اوف 2 دي بلس دي باور اوف 3. شيل السي وتحط دي باور 3 دي كي باور 3 دي باور 3 وكي باور 3 ايوه تنزل باور اوف 3 عليهم هما الاثنين شاطر. والسي ودي باور 3 ودي باور 3 هي دي باور اوف وكي 2 باور 2 وبعديها كي باور اوف 2 بعديها فيها دي، بلس دي باور 3. يعني انت عملتها مره واحده شاطر. وهنا دي باور اوف 3، تاخد الدي باور اوف 3 كومن فاكتور
فضل لك كي باور اوف 2 بلس 1. وهنا في دي باور اوف 3 وكي باور اوف 3، فده هيروح مع ده. فضل لك كي باور اوف 3 على كي باور اوف 2 بلس 1. تسمي دي 1 وتسمي دي 2، وبعدين تقول له ايه فروم 1 اند 2 2 equal. الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، صح كده؟ لسه حالين زيها. find the number that if added to each of the numbers يبقى هقول له 3 plus x over 5 plus x بتساوي 8 plus x over 12 plus x، وادي لها مقص. 3 plus x اضربها في 12 plus x بتساوي 8 plus x مضروبة في 5 plus x. 36 و 3x و 12x و x squared 40 8x 5x x squared. الاكس سكويرد مع الاكس سكويرد 36 و 15x 40 و 13x. هذا الاكس مع الاكس وال 40 سيبها وودي عليها 36. دي ب 2x ودي ب 4، يبقى الاكس 4 over 2 ب 2. اجابه صحيحه. ده بيساوي ده. اثبت بقى ان ال A وال B وال C وال D are proportional quantities. A over B minus A بتساوي C over D minus C. السؤال ده برضو بتعمل فيه cross multiplication. يعني A مضروبة في D minus C وال C مضروبة في B minus A ناقص، يبقى AD minus AC بتساوي CB minus CA. ال CA دي هي ال AC دي، يعني أنا ممكن أكتبها كده هي. فده هيروح مع ده، هما شبه بعض، واحد يمين واحد شمال يروحوا مع بعض، يبقى ايه دي بتساوي سي بي. خلاص. هو عايز يثبت ان الاي بي سي دي بروبورشنال، يعني عايز يقول ايه على بي بتساوي سي على دي. خلاص، ايه على بي بتساوي سي على دي فعلا، ما ترجعش بايدك فاضيه اهو، هي. يبقى ده معناه ان A B C and D are proportional quantities. x اوفر 4 بتساوي y اوفر 5 بتساوي z اوفر 3. تفهم؟ لسه عاملين زيها. عندك طريقتين تحل بيهم، يا اما تحل بطريقه الكي يا اما تعملها بالعقل كده. هو هنا عمل ماينس اهو وبعديها عمل بلس، يبقى ماينس وبعدها بلس. خلاص اعمل تحت ماينس وبعدها بلس، ماينس وبعدها بلس. 4 ماينس 5 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بلس 3 يعني 3 ماينس 1 ب 2، يبقى الحته دي ب 2. تحت بقى عمل ايه؟ عمل بلس وبعديها ماينس، يبقى اعمل هنا بلس ب 9، 9 ماينس 3 ب 6، يبقى الحته دي ب 6. 2 اوفر 6 ب 1 اوفر 3. خلاص. بس هو عايز بروف. طبعا لو سؤال تشوز ممكن تعملها بالمخ كده زي ما انا عملتها، انما السؤال بتاع الايساي ده لازم بالخطوات. يبقى اكس على 4 بتساوي واي على 5 بتساوي زد على 3. ممكن تقول له بتساوي كي، يبقى الزد ب 3 كي والواي ب 5 كي والاكس ب 4 كي. بعدين تمسك الليفت هاند سايد x minus y plus z على x plus y minus z. الاكس ب 4k، الواي ب 5k، الزد ب 3k، الاكس ب 4k، الواي ب 5k، الزد ب 3k. دي نيجاتيف كي بلس 3 يعني 3 ماينس 1 ب 2k. دي كده 9 ماينس 3 6k، فالكي هتروح مع الكي تبقى الاجابه 1 اوفر 3، وهو ده الرايت هاند سايد. بس كده خلص الموضوع. x اوفر 3 بتساوي y اوفر 4 بتساوي z اوفر 5. يبقى الزد 5k والواي 4k والاكس 3k. لسه حللنا يعني مش حكايه. ادي الروت وادي الاكس باور اوف 2 وادي الواي باور اوف 2. ده الليفت هاند سايد، يعني الجزء اللي على شمال الايكوال ده ليفت هاند سايد وده رايت هاند سايد. فانا مسكت اللي على الشمال افضل العب فيه، لو طلع شبه اللي على اليمين يبقى انا اثبتت اللي هو عاوزه. اشيل الاكس واحط 3k
all باور اوف 2. شيل الواي وحط 4k all باور اوف 2. ادي الروت هنا 9k سكويرد وهنا 16k سكويرد، تبقى 25k سكويرد. الروت ينزل على 25 وينزل على الكي سكويرد، على 25 5 وعلى الكي سكويرد كي. اركنها على جنب، سميها نمبر 1. هل هو ده الرايت هاند سايد؟ لا، يبقى اشتغل على الرايت هاند سايد لوحده بقى، لازم يطلع 5k هو كمان. يعني في اللي فاتت طلع لي الرايت هاند سايد على طول مباشره، انما هنا لا ما طلعليش، يبقى لسه هلعب في الرايت واخليه 5k هو كمان. 2x بلس y ماينس z 2 تايمز 3k بلس 4k ماينس 5k، يبقى 6k 4k و 3k، يبقى 10k و 3k. بس هنا في حاجه غلط، 2 تايمز 3 6 و4 ماينس الزد 5k دي 5 10 ماينس 5 5k يبقى اقول له from 1 and 2 therefore الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. بس كده. طب سؤال زي ده يا حاج جود هنعمل فيه ايه؟ قول لي كده. If A over 2 equals B over 3 equals C over 4, 2A minus 2B plus 5C over 3X, find the value of X. Um, E A over 2 equals B over 3. ممكن تعملها بطريقتين. ممكن تقول لي ان انت هتسمي ده وده وده، تقول A over 2 بتساوي B over 3 بتساوي C over 4 بتساوي K، فتطلع السي ب 4K وتطلع البي ب 3K وتطلع الاي ب 2K، وتيجي على الناحيه الثانيه برضو المفروض ان هي K 2A minus 2B plus 5C over 3X بتساوي K. يبقى ده معناه ان 2A minus 2B plus 5C بتساوي 3XK. فتعوض بقى اهو، عوض بالارقام. ال A ب 2K يبقى هنا 4K، ال B ب 3K يبقى هنا 6K، السي ب 2K يبقى هنا 10K. طبعا هنا 4 ماينس 6 بنيجاتيف 2 بلس 10 يعني 10 ماينس 2 ب 8K، فالكي هتروح مع الكي. هنا بس في غلطه، المفروض دي 5C دي معناها 5 تايمز 4 ب 20، يبقى هنا دي نيجاتيف 2 بلس 20 يعني 20 ماينس 2 ب 18، يبقى 18 بتساوي 3x، يبقى الاكس 18 اوفر 3 ب 6. دي طريقه. في طريقه ثانيه تقول لي هنا مستر عمل تايمز 2 اهو، وهنا عمل تايمز نيجاتيف 2 اهو، وهنا عمل تايمز 5 اهو. خلاص يبقى انا هنا عامل تايمز 2 هنا تايمز نيجاتيف 2 هنا تايمز 5، يبقى 4 ونيجاتيف 6 وبوزيتيف 20 وتساوي بال 3 اكس، هتبقى هي 4 ونيجاتيف 6 وبوزيتيف 20 وهتساوي بال 3 اكس. كده كده هتروح مع الكي. تمام؟ شكرا يا جو. Find the number that if added to the ratio 5 to 11 becomes 4 to 7. خطير السؤال. هو بيقول انا عندي ريشيو 5 اوفر 11 عايز ازود عليها رقم ما اعرفوش فتبقى 4 اوفر 7 بلا مقص. 7 مضروبه في 5 بلس اكس، 4 مضروبه في 11 بلس اكس، يبقى 35 و7 اكس 44 و4 اكس. هات الاكس مع الاكس، 7 اكس ماينس 4 اكس، ال 44 ماينس 35 يبقى 3 اكس، و44 ماينس 35 ادي 5 و4 ب 9 يبقى الاكس ب 3. Find the positive number that if its square يعني 7 over 11 دي هنزود عليها x سكوير عشان تبقى 4 over 5. وخد بالك بيقول لي find the positive number، يبقى هيطلع لك في الاخر اجابتين، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، تاخد البوزيتيف والنيجاتيف ريفيوزد تقول له مش عايزها. ناقص 35 بلس 5x سكوير 44 بلس 4x سكوير، هي اللي فاتت هي هتبقى اكس سكوير لما اودي ده بالماينس، ولما اودي ده هناك هتبقى 44 ماينس 35 اللي هي 9. هتيجي تاخد بقى سكوير روت الناحيتين عشان تجيب قيمه الاكس يدي لك بوزيتيف اور نيجاتيف 3، تقول له النيجاتيف ريفيوزد لان هو عايزه بوزيتيف بس، وتقول له كده يبقى الاكس ب 3
اكس وواي و12 ار بروبورشن، هما 3 حاجات بس، يبقى كونتينيوت. يبقى ده معناه ان y باور اوف 2 بتساوي 12 اكس، وهو بيقول لي y ماينس اكس بتساوي 3. ماشي. احنا بقى عايزين نحل العلاقتين دول مع بعض عشان نطلع قيمة الاكس وقيمة الواي. ممكن احلها بكذا طريقة. هو هنا بيقول لي y ماينس اكس ب 3، فانا ممكن اقول y ماينس اكس، وهنا 12 ماينس y، يعني اقول y ماينس اكس اوفر 12 ماينس y، طبعا بتساوي x اوفر y بتساوي y اوفر 12، واشيل دي واحط 3، واطلع من دول كده قيمة الواي. مقص كده اطلع قيمة الواي. بعد ما اطلع قيمة الواي يبقى سهلة بقى ارجع اجيب قيمة الاكس من هنا. دي طريقة. في طريقة تانية، ان انت تطلع من هنا الاكس لوحدها، فتقول لي الاكس دي بتساوي واي باور اوف 2 اوفر 12، وترجع تعوض بيها هنا. يعني هتشيل الاكس وتحط مكانها واي باور اوف 2 اوفر 12. ال 12 اللي تحت دي عشان تتخلص منها تعمل تايمز 12 في المسألة كلها، فتبقى هنا 12 واي، وهنا واي باور اوف 2 و3 تايمز 12 ب 36. ورتب المسألة، يعني النيجاتيف واي باور اوف 2 تسيبها في الأول، ودي عديها بوزيتيف 12 واي، ودي تدخلها الناحية التانية بعكس الإشارة نيجاتيف 36 ايكوال 0، وتحلها فاكتورايزيشن زي الترم الأول بالكالكليتر أو بمخك. ممكن عشان تطير النيجاتيف ده تعملها تايمز نيجاتيف 1، يبقى واي باور اوف 2، وهنا نيجاتيف 12 واي، وهنا بوزيتيف 36. هعمل فاكتورايزيشن زي الترم الاول، واي وواي 6 و6 البلس بتاعهم ب 12، الاخير بوزيتيف، الاثنين ماينس شبه اللي في النص، يبقى من هنا الواي ب 6 ومن هنا الواي ب 6. هات قيمه الاكس بقى، المفروض واي ماينس اكس ب 3، وانت جبت الواي ب 6، يبقى 6 ماينس اكس ب 3 هي مش هتفرق، خلاص كفايه علينا واحد. من هنا نيجاتيف اكس هتبقى 3 ماينس 6 اللي هي نيجاتيف 3، فالنيجاتيف تروح مع النيجاتيف يبقى الاكس ب 3. الاكس ب 3 والواي ب 6. خطيره خطيره. الطريقه الثانيه برضو نكملها علشان اللي ما فهمش دي يفهم الثانيه. اهو المفروض انت عندك اكس اوفر واي بتساوي واي اوفر 12، هو عاطي لك واي ماينس اكس، خلاص اعمل واي ماينس اكس، يبقى هتعمل 12 ماينس واي. واي ماينس اكس خد بالك بيساوي، يعني الجديد ده بيساوي القديم، واي ماينس اكس يساوي 12 ماينس واي. طب هي واي ماينس اكس ده عطى لك بكام؟ ب 3، يبقى 3 اوفر 12 ماينس واي. بص بقى، هتاخد الجزء اللي فيه واي مع الجزء اللي فيه واي تحلهم مع بعض، دول مع بعض كده، يعني تقول لي واي اوفر 12 بتساوي 3 اوفر 12 ماينس واي، اديلها مقص طلع الواي، يبقى واي مضروبه في 12 ماينس واي بتساوي 3 تايمز 12. هتبقى هي اللي فاتت على فكره، دي هتبقى 12 واي ماينس واي سكويرد، وهنا هتبقى 36. هتجيب نيجاتيف واي سكويرد في الاول، وبعدها بوزيتيف 12 واي، وبعدها نيجاتيف 36 ايكوال 0. اضربها في نيجاتيف 1 او دخلها على الكالكليتر. على الكالكليتر طبعا بتعملها مود، وبعدها ايكويشن، وبعدها تختار الايكويشن اللي فيها باور اوف 2، وتدخل له الاي والبي سي. ممكن زي ما هي كده عادي، نيجاتيف 1 و12 ونيجاتيف 36. نيجاتيف 1 ايكوال 12 ايكوال نيجاتيف 36، طلعت معايا 6. خلاص طلعت معايا 6، بقول له الواي ب 6. هات لي بقى قيمه الاكس، ارجع عوض هنا. ما دام انت جبت الواي ب 6 يبقى 6 ماينس اكس ب 3، يبقى ماينس اكس ب 3 ماينس 6، يبقى ماينس اكس بنيجاتيف 3، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى الاكس ب 3 والواي ب 6. 6. بيقول لي هنا if the numbers 4 و A و B و 32 continued، يبقى 4 over A بتساوي A over B بتساوي B over 32. عايز يعرف قيمة ال A وال B. لو جيت عملت مقص هنا مش هتمشي معاك، عندك A و B مجهولين، هنا نفس الكلام A و B مجهولين. تعمل ايه بقى؟ ساويها ب K. continued proportion يبقى 32K، 32K باور اوف 2، وال4 32K باور اوف 3، وهي دي اللي هتحل لك المشكلة. انا كان قصدي كده هتطلع في بقى، الاول. هتطلع ماشي شاطر محترم، هتطلع قيمة الكي من العلاقة دي. يعني تقول لي ما دام 4 بتساوي 32 كي باور اوف 3، هتودي دي هناك، يبقى 4 اوفر 32 بتساوي كي باور اوف 3، يعني 1 اوفر 8 بتساوي كي باور اوف 3، وتاخد كيوبيك روت، فتبقى الكي ب 1 اوفر 8، اسف ب 1 اوفر 2. بس خلصت المسألة.
ارجع بقى عوض بالكي هنا وعوض بالكي هنا يدي لك الاي والبي. يبقى تقدر دلوقتي تجيب الاي عن طريق 32 كي باور اوف 2 وانت معاك الكي بهاف، يبقى 32 تايمز هاف سكوير. تقدر تجيب البي عن طريق 32 تايمز كي اللي هي 32 تايمز هاف. هنا 1 و16 يبقى 16. هنا دي هتبقى 1 اوفر 4. 1 و8 يبقى 8. يبقى واحده ب 8 واحده ب 16. تمام. if B is a mean proportional between A و C. ماشي. يعني A over B بتساوي B over C بتساوي K. يبقى ال B C K وال A C K باور اوف 2. الليفت هاند سايد عندك A باور اوف 2 P باور اوف 2 P باور اوف 2 C باور اوف 2. ال A ب C K باور اوف 2. يعني هنا C K باور اوف 2 وهي اصلا عليها باور اوف 2 دي ال A. ال B ب C K وهي اصلا عليها باور اوف 2. البي بسي كي وهي اصلا عليها باور اوف 2 ودي سي باور اوف 2. هنا دي هتبقى سي باور اوف 2 كي باور اوف 4 ودي هتبقى سي باور اوف 2 كي باور اوف 2 ودي هتبقى سي باور اوف 2 كي باور اوف 2 ودي هتبقى سي باور اوف 2. من فوق هسحب سي باور اوف 2 كي باور اوف 2 كومن فاكتور هيتفضل لي كي باور اوف 2 بلس 1. من تحت هسحب سي باور اوف 2 كي باور اوف 2 كومن فاكتور ولا سي باور اوف 2 بس لان الكي مش هقدر. هتفضل لي كي باور اوف 2 بلس 1. ده يروح مع ده وده يروح مع ده تبقى الاجابه كي باور اوف 2. هشتغل على الرايت هاند سايد اللي هو ايه على سي. الاي سي كي باور اوف 2 اوفر السي. السي هتروح مع السي هتبقى كي باور اوف 2. سمي دي 1 وسمي دي 2 from 1 and 2 therefore left hand side بيساوي الرايت هاند سايد. هنبدأ نخش دلوقتي بقى على الأسئلة اللي هي مش هتقدر تحلها غير بالطريقة بتاعت ان انت تلعب في النيوميريتور والدينومينيتور. السؤال ده عشان تقول لي ان هو بيساوي كي وتحلها هتبقى صعبة مش هتمشي معاك هتتعطل. عشان تقدر تحل السؤال ده هتبص على الليفت هاند سايد هتلاقي عمل هنا 2a بلس b. اعمل انت هنا نفس الكلام واللي سنس ان a اوفر 2x ماينس y بتساوي b اوفر 2 ماينس x. وتقول لي بعد كده باي multiplying the antecedent of the first ratio by 2 and adding the antecedents and the consequence of the first and second ratios. المفروض تكتب الكلام ده كله وبدل ما تكتب الكلام ده انت ممكن تعملها ايه جاي كده تروح عامل لي هنا تايمز 2 وتروح عامل لي كده علامه بلس. يبقى انت هنا برضه هتعمل تايمز 2 بعدين تعمل علامه بلس. يبقى 2a بلس b اوفر اعمل هنا تايمز 2 يبقى 4x ماينس 2y وجمعها مع اللي جنبها 2y ماينس x اللي هي هتطلع 2a بلس b من فوق اوفر هتلاقي هنا نيجاتيف 2y راحت مع بوزيتيف 2y و4x ماينس x ب 3x واركنها على جنب. هتسميها لي one of the given ratios يعني دي بتساوي الريشيوز الأصلية بتاعت السؤال. تشتغل الناحية التانية بنفس الطريقة تقول لي سينس a over 2x minus y بتساوي b over 2y minus x. احنا بصينا على الليفت دلوقتي هنبص على الرايت. في الرايت عمل هنا تايمز 2 وبعد كده جمع يبقى تعمل هنا تايمز 2 كلها تايمز 2 يبقى a بلس b ولا 2b 2b over 2x minus y هجمعها على ده مضروب في 2 يعني 4y minus 2x. الماينس 2x هتروح مع البلس 2x ومن تحت هتبقى 3y وتسمي لي دي one of the given ratios. دي one of the given ratios ودي one of the given ratios يبقوا الاثنين زي بعض. هتقول لي الاثنين دول زي بعض 2a plus b over 3x بتساوي a plus 2b over 3y. هو كان عايز يثبت ان 2a plus b over x بتساوي a plus 2b over y. خلاص ما 3 دي ممكن تشيلها مع 3 دي لان اصلا ال 3 دي انت ممكن تطلعها 1 over 3 هنا
وممكن تطلعها 1 اوفر 3 هنا، فال 1 اوفر 3 هيروح مع ال 1 اوفر 3. يبقى ده معناه ان 2a بلس b اوفر x بتساوي a بلس 2b اوفر 1. ما تتحلش غير كده، مش هتمشي معاها غير كده. صعبه؟ اه صعبه. اعمل فيها ايه؟ اتمرن عليها. اتمرن عليها وانا بذاكر، انا بحل الواجب قبل ما احل الواجب اجيبها واحلها مرتين ثلاثه لغايه ما ايديا تمشي عليه. نفس الكلام، ما بتتحلش غير بالطريقه اللي فاتت. هتبدا تشوف عملي فوق، جمعهم. جمع الاكس مع الواي مع الزد، خلاص جمع ده مع ده مع ده، خلاص ما فيش قدامك غير كده. تقول لي سنس ان اكس بلس واي اوفر 7 بتساوي واي بلس 7 زد اوفر 5 وزد بلس اكس اوفر 8. جمع بقى، جمع ده مع ده وده مع ده، يبقى اكس بلس واي بلس واي بلس زد بلس زد بلس اكس. 7 و5 12 و8 20. من فوق هتلاقي في عندك 2 اكس، وهتلاقي في عندك 2 واي، وهتلاقي في عندك 2 زد. خد التو كومن فاكتور، فضل لك اكس بلس واي بلس زد اوفر 20 ديفايد 2 ب 1 ديفايد 2 ب 10، يبقى خليها من تحت 10 وشيل الاقواس. بس كده. وقول لي ايه ان ده one of the given ratios. نفس الكلام هعمله الناحيه الثانيه. since ان x بلس y اوفر 7 بتساوي y بلس z اوفر 5 بتساوي z بلس x اوفر 8. هعمل ايه بقى؟ انا عيني على اللي تحت بقى. عمل x ماينس z، دي خطيره بقى محدش يعرف يجيبها دي. هو عايز x ماينس z، ده اجيب له x ماينس z دي منين بقى؟ يعني ازاي اعمل x ماينس z؟ يعني هنا جمعناهم كلهم، هنا هعمل ايه بقى؟ يعني هجمع الاول مع الثاني ولا الاول مع الثالث ولا الثاني مع الثالث ولا هعمل ايه؟ ما احنا لما جمعناهم كلهم طلع لنا ده. احنا عايزين بقى ايه؟ نعمل اكس ماينس زد ده. يعني هنا ظهر لنا اكس بلس واي بلس زد، اللي فوق دي ظهرت خلاص، انا عايز اللي تحت بقى تظهر. اعمل ايه بقى؟ حد عارف؟ قول يا نورهان. هعمل x plus y over 7 minus y plus z over 5، لأن لما اه أعمل minus الواي هتبقى بوزيتيف فتتغير ترى علامتها وتبقى نيجاتيف. ترى يعني هنعمل الاول اتنين دول ماينس بعض، ودي هنعتبر نفسنا مش شايفينها، صح؟ أيوة. اكس بلس واي ماينس واي ماينس زد، لان الماينس هتخش عليهم هما الاثنين، اوفر 7 ماينس 5. دي تطلع الواي هتروح مع الواي، اكس ماينس زد وهنا 2. ودي برضو ايه؟ one of the given ratios. دي one of the given ratios ودي one of the given ratios، يبقى الاثنين زي بعض. x بلس y بلس z اوفر 10 بتساوي x ماينس z اوفر 2. هو عاوز ايه؟ عايز ده اوفر ده، يبقى ده اوفر ده. يعني x بلس y بلس z اوفر 10 اسف اوفر x ماينس z بتساوي 10 اوفر 2 بتساوي 5. وهو ده اللي كان عاوزه. يا باشا كده ما فيش مشكله. اخطر من اللي فاتوا. عينك على ده، عمل لك هنا 2x، يبقى ضرب دي في 2 وبعدين جمعها مع الواي. نعمل كده since ان x اوفر 2a بلس b بتساوي y اوفر 2b ماينس c بتساوي z اوفر 2c ماينس a. هضرب هنا في 2 وهضرب تحت في 2 وبعدين اجمع دول مع بعض. واحد يقول لي يا مستر بس المسائل دي صعبه عليا، انا مش بعرف احلها. اقول له هي اللي هتجيلك في الامتحان؟ يعني الامتحان كله هيبقى المساله دي؟ لا، ده لو جات لك هتبقى واحده، اكيد هتبقى واحده سهله يعني. طب جات لك واحده صعبه يا سيدي، عادي اللي فيها، ما صعب عليك وصعب على الكل. اعمل ايه؟ حل الامتحان كله وبعدين ابقى ارجع لها، ما تسيبهاش فاضيه. اكتب فيها اي حاجه عليها 5 درجات يدي لك 4، حلو خير وبركه، مش وحش. ما انت مش عارف تحلها، واحد غيرك حلها يبقى ذاكر اكتر منك. طلعت من اللجنه لقيت صحابك حلوها يبقى ذاكر اكتر منك. ما حدش عارف يحلها، خلاص انت كده في الامان. طب ما حدش عارف يحلها، نسيبها فاضيه؟ لا، نكتب اي حاجه، نكتب كده نمشي ايدينا نمشي فيه، ناخد لنا شويه درجات احسن ما ناخدش خالص. وتذكر دائما ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. لما انت ذاكرت واجتهدت تسالش بقى الدرجات هتيجي منين، سيبها دي بتاعت ربنا. شايفها صعبه؟ امسكها وحل، هات المسائل اللي حلناها دي عيدها تاني لغايه ما تبقى شاطر فيها، خلاص خلص الموضوع. يبقى هنا 2x بلس y اوفر 4a بلس 2b بلس 2b ماينس c.
طبعا دي هتبقى 2x بلس y اوفر 4a ودول على بعض 4b ماينس c بس، وتقول لي دي one of the given ratios. تخش الناحية التانية بقى. نفس الكلام بالشكل ده. عمل ايه بقى هو الناحية التانية؟ ضرب الأول في 2 والتاني في 2 وجمع التلاتة على بعض. يعني هنا في 2 وهنا في 2 وجمع ده مع ده مع ده. يبقى تضرب ده في 2 وتضرب ده في 2 وتجمع بقى. اعمل له الأسهم دي في الامتحان عشان يفهم إن أنت فاهم كده هتعمل إيه يعني. 2x 2y وزد لوحدها. اضرب ده في 2 يبقى 4a و 2b. اضرب ده في 2 يبقى 4b ونيجاتيف 2c. ده زي ما هو يبقى بلس c ماينس. ده يروح مع ده. اللي فوق زي ما هو 4a minus a ب 3a 2b plus 4b 6b one of the given ratios. ده one of the given ratios وده one of the given ratios يبقى الاثنين زي بعض. يعني 2x plus y over 4a plus 4b هنا في b minus c بتساوي 2x plus 2y plus z over 3a plus 6b. وهو ده اللي كان عاوزه. اللي قبل الاخير A و B و C positive quantities وعطي لك A to B to C 3 to 4 to 5. بص بقى since ان A to B to C بتساوي 3 to 4 to 5 يبقى ده معناه ان ال A ب 3M او K مش هتفرق، وال B ب 4M او K مش هتفرق، وال C ب 5M اهو. هتخش لي بقى في العلاقة اللي هو كاتبها A باور اوف 2 بلس B باور اوف 2 بلس C باور اوف 2 بتساوي 450. عوض. شيل ال A وحط الرقم بتاعها 3M. شيل البي وحط الرقم بتاعها 4M. شيل السي وحط الرقم بتاعها 5M 450. يبقى 9M سكوير 16M سكوير 25M سكوير. دي 25 ودي 25 يبقى 50. يبقى الام سكوير 450 اوفر 50 شيل 0 مع 0 تطلع 9. يبقى الام بوزيتيف اور نيجاتيف 3 وهو قال لي في الاول ان هم بوزيتيف يبقى النيجاتيف ريفيوزد. خلص السؤال كده. انت تقدر تجيب قيمه الايه اهي 3M وانت معاك الام ب 3 يبقى 3 تايم 3 ب 9. البي 4M والام ب 3 يبقى 4 تايم 3 ب 12. والسي 5M والام ب 3 يبقى 5 تايم 3 15. وهو عاوز A ماينس B بلس C. خلاص الاي ب 9 ماينس ال 12 بلس ال 15 نيجاتيف 3 بلس 15 15 ماينس 3 ب 12. وبارك الله في الرزق. اخر سؤال A و B و C و D في continuous proportion يبقى A على B بتساوي B على C بتساوي C على D بتساوي M. يبقى C دي M والB دي M باور اوف 2 والA دي M باور اوف 3. الليفت هاند سايد A باور اوف 3 B باور اوف 3 C باور اوف 3 B باور اوف 3 C باور اوف 3 D باور اوف 3. الA دي ام باور اوف 3 all باور اوف 3. البي دي ام باور اوف 2 all باور اوف 3. السي دي ام all باور اوف 3 اوفر دي ام باور اوف 2 all باور اوف 3. دي ام all باور اوف 3. دي باور اوف 3 نزل باور اوف 3 عليهم باور البار تايمز تبقى 9. يعني دي كده 3 باور اوف 3 كده 3 تايمز 3 يعني هنا باور البار ده بتعمل لهم تايمز يعني تنزل البار هنا يبقى 3 تايمز 3 فتبقى 9. ودي تبقى 6 ودي تبقى 3 وهنا 3 وهنا 3. هنا 3 وهنا 6. هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. من فوق هتسحب دي باور اوف 3 ام باور اوف 3 كومن فاكتور من هنا
هتفضل لك ام باور اوف 6 وبعديها ام باور اوف 3 وبعديها 1. من تحت هتسحب دي باور اوف 3 بس، هتفضل لك ام باور اوف 6 وام باور اوف 3 و1. ده هيروح مع ده والدي هتروح مع الدي، يتفضل لك ام باور اوف 3. خش على الرايت هاند سايد، ايه على دي، الاي دي ام باور اوف 3 على الدي، فالدي تروح مع الدي تبقى ام باور اوف 3. سمي دي 2 وسمي دي 1. from 1 and 2 therefore الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. وبارك الله فيما رضى. بالنسبه للواجب اللي عليك، هتلاقي في المين بوك عندك اسسمنت على يونت 1. يعني المين بوك الكتاب الاساسي كتاب الشرح. طبعا اللي مش معاك الكتاب هنبعت له الحاجات دي في الفايل البي دي اف. يعني الفايل البي دي اف هتلاقي فيه النوتس وراها اللي هو الحاجات اللي احنا شرحناها في الاول، وبعديها الامبورتنت كويشنز اللي عليناها، وبعديها هتلاقي الواجب، وبعديها هتلاقي الاجابات بتاعت الواجب. كل ده هتلاقيه في فايل واحد. انت عندك بقى الواجب ده اللي معاك كتاب وعايز يعرف هو فين، فانت هتجيب الكتاب الاساسي بتاع المين بوك، هتلاقي فيه اسسمنت على يونت 1 بعد شرح اخر درس في الوحده. يعني الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، بعد الدرس الثالث كده هتلاقي فيه اسسمنت على يونت 1، وهتلاقي فيه موديل اكزام على يونت 1. الاثنين دول هتاخدهم في الواجب، وهتاخد معاهم اول موديل من موديلز الفاينل اكزامز بتاعت المعاصر اللي هي في كتاب الامتحانات بيج 54. هتاخد الثلاث امتحانات دول واجب. طبعا اول امتحانين دول على يونت 1، ده المفروض انت تذاكر يونت 1 وتحلهم. الامتحان الثالث هتلاقي عليه حاجات على يونت 1 وحاجات على يونتس ثانيه احنا لسه ما شرحناهاش، عشان لو حد لسه مثلا بيحضر وعنده مشاكل في اليونتس الثانيه فمش عارف يحل الاسئله بتاعتها. مش مهم، ده انت ذاكرت يونت 1 كويس، حل اسئله يونت 1 واسئله اليونتس الثانيه حط عليها علامه، ولما احنا نشرح اليونتس الثانيه ارجع بقى حل الاسئله دي تاني. اي نعم هتنقص في درجات الواجب، وهنبلغ ولي امرك ان انت ما حلتش اسئله اليونتس الثانيه، بس انت بقى ايه يعني ها نبقى عملنا حاجه، علم عليهم علشان لما نشرح بقى اليونتس ترجع تحلهم وتستفيد. مش عارف احلهم عادي مش مهم، هنذاكر الحاجات اللي واقعه مننا ونحلهم بعدين. اهم حاجه نحط علامات على اللي مش بنعرف نحل، تاكد ان احنا بنعرف نحل كل سؤال، واي سؤال مش بنعرف نحله نحط عليه علامه، دي اهم حاجه. معاك اجابات الواجب طبعا، انا بسيبك براحتك تبص على اجابات الواجب وتصلح الواجب لنفسك، بس بعمل لك بقى كويز اختبار على الواجب. انا بسيبك تصلح الواجب لنفسك تحط علامات تصحيح، بس انا براجع وراك الواجب، يعني برضه ببص الواجب وراك. هل انت مصححه بضمير ولا بتخم؟ عامله كامل ولا بتخم؟ هل في حاجات ناقصه ولا ايه؟ حلل بالخطوات ولا مش حلل بالخطوات؟ وبندي لك درجه على الواجب وتسلم الواجب. بعد كده بقى ايه، انا ما دام انا سبتك بقى تبص على اجابات الواجب براحتك، اختبرك بقى اشوفك فعلا كنت بتذاكر ولا بتخم. اعمل لك كويز على الوحده الاولى المره الجايه عشان اشوفك ذاكرت كويس ولا لا. جبت درجه حلوه في الكويز يبقى انت كده ذاكرت كويس، جبت درجه وحشه هبعت لولي امرك رساله وهتتعلق من رجليك وانا غير مسؤول عن ذلك. يبقى احنا بنسيبك تبص على الواجب لوحدك بس بنراجع وراك وبنبعت لك اختبار على الواجب، اختبار على الامتحان. وده انا بشوفه نظام احسن، يعني ده احسن من ان انا اسيبك تحل الواجب وبعد كده تبعته لي فاصححه لك، فبعد كده ابعت لك بقى الحاجات اللي انت غلطت فيها، فانت اصلا يبقى جه عليك الحصه الجديده وما تبصش على الحاجات اللي انت غلطت فيها وتبدا تركز بقى في الحصه الجديده وتنسى اللي فاتت. لا، انا عايزك وانت قاعد في نفس جلسه المذاكره بتاعتك تفتح كده تشوف ايه اللي انت عملته صح وايه اللي انت عملته غلط، لما انت اللي تدور على غلطاتك وتتعلم منها غير لما حد يقولها لك. اللي هو عارف المثل علمني كيف اصطاد ولا تعطيني سمكه. انت دور على غلطاتك وتعلم منها، ما تستناش حد يقول لك عليه. اللي بيدور واللي بيتعلم واللي بيجري واللي بيسأل هو اللي بيعرف في الاخر. عشان تثبت المعلومه في مخك لازم انت تتعب علشان تجيبها، وفي المقابل انا بعمل لك كويز، بعمل لك اختبار عشان اقيم مستواك. سبتك تبص على الواجب بس عملت لك اختبار تقييم مستوى، والواجب كمان بصيت عليه وعطيت لك عليه درجه. عايز ايه تاني؟ خدمه 10 نجوم، 10 ونص كمان. في طلبه بقى خايبه طبعا تيجي تفتح اجاباته وتروح جايه نقله البتاع. الطالب الخايب اللي بيجي ينقل الاجابات ده هيجي يخش الكويز يجيب درجه منيله، هنبعت لولي امره ان هو جاب درجه منيله. هيقول لي طب
يا مستر يعني ايه احنا نشيل الاجابات علشان الطلبه اللي هي بتخم وعايزه تغش ما تلاقيش الاجابات. قال له هو لو عايز الاجابات هيجيبها، هيتشقلب ويعمل قرد وهيجيبها. يروح يجيبها من على النت، يجيبها يمين يجيبها شمال، يخلي واحد صاحبه يبعتها له يكتب اي حاجه. يعني كان في طلبه والله هو بيتسحب منه كتاب الاجابات ومش عارف يغش، فبيعمل ايه؟ يروح جاي على الاسئله يكتب 3 4 1 2 3 اي بي سي دي وهو ولا عارف هو بيكتب ايه. وعملت الواجب. اللي عايز يذاكر بيذاكر، اللي مش عايز يذاكر هو حر. انت بتذاكر بتنفع نفسك، مش بتذاكر هبعت لولي امرك وانتوا مع بعض حلوا مشاكلكم، انا ماليش دعوه. فانتوا كده عرفتوا الواجب اللي عليكم خلاص. ان شاء الله انا بعت لكم المره الجايه فيديو حل الواجب والكويز وفيديو حل الكويز. وبهذا القدر نجتزئ. كفايه عليكم كده. مراويح مراويح مراويح.